لا 90% من الناس اللي بتبدأ بتعرف تكمل، و100% من الناس اللي ما بتبدأش ما بتكملش. ليه بقى؟ معرفش ليه، بس هو بيقول لك ان 90% من الناس اللي بتبتدي اي حاجة في الدنيا بتعرف تكمل. واتس ايفر بقى، هم كملوها للاخر ما كملوهاش للاخر بس بيعرفوا يكملوا. و100% من الناس اللي ما بتبتديش ما بتكملش. يعني لو انت صحيت الصبح ومش قادر تروح الجيم، بس انت قررت تنزل وتروح الجيم، بعد اول 3 دقايق على التريد ميل عادي جدا تلاقي نفسك قعدت ساعتين. لكن لو صحيت الصبح ومش قادر اصلا تنزل من على السرير وحاسس ان انت مش قادر مش هتنزل اصلا، لان انت ما بداتش. لو بدات في اي حاجه هتعرف تكمل. مراتي على طول تقول لي كده، صح يا مردين؟ مراتي على طول تقول لي كده، تقول لي لو قمت من على السرير بس وجربت تنزل هتروح الجيم عادي وهتلاقي نفسك مش مكسل. فابدا في اي حاجه. عشان كده عملوا حاجه اسمها 5 minute rule، وفي حاجه برضو اسمها 5 second rule. انا ما اعرفش بقى انهي واحده، بس هو في واحده اسمها 5 minute rule وواحده اسمها 5 second rule. ال5 minute او ال5 second rule دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك just start. انت بس ابدا في اي حاجه. لو بدات في اي حاجه هتكمل فيها for a while. طب ال5 minute rule دي بتقول لك لو بدات في اي حاجه وقررت ان انت بس تقعد 5 دقايق في الحاجه دي هتخلص، وبنسبه 100% ال5 دقايق هيخلصوا وانت هتكمل الحاجه والحاجه تبقى انتهت. لكن لو قعدت تفكر بقى الحاجه دي هتاخد مني وقت قد ايه، طب اعملها دلوقتي ولا ما اعملهاش دلوقتي، طب اعملها كمان شويه ولا ما اعملهاش، غالبا مش هتبدا فيها وغالبا مش هتكمل فيها وغالبا مفيش حاجه هتحصل. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.